قال مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لله حرما وهي مكة، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرما وهي المدينة، ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرما وهي الكوفة، ولنا حرمان وهي مدينة قم، وسوف تدفن فيها امرأة منا اسمها على اسم جدتنا فاطمة، يقصد بها فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما جميعا. ثم قال: من زارها عارفا بحقها فله الجنة.